السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مؤيد من قناة مؤيد زي اكس جيمر. والله هذا الفيديو شوي مختلف. المشكلة بدي احكي شوي عن غزة وفلسطين، واحكي شوية شغلات اللي ببالي. الشي اللي عم يصير والله مجاعة مو طبيعية، اقسم بالله، وزعل مش طبيعي. يعني تخيل في فرق بين ما واحد ينقصف قصفة ويخلص وبين ما يجوع مجاعة. انا هذا الشيء اللي يزعجني، انه والله يبلش الواحد بالمجاعة ياخدها وسيلة ليبلش يقتل بالناس البريئة. بس بدي احكي نصايح شوي بهالفيديو. بعض الناس استهانت بالدعاء وصارت تقول خلص ما حيصير شي. حبيب، هي ليك سوريا ب14 يوم، تخيل نحن ما توقعناها. عن نفسي انا ما توقعتها، ولا حدا كان يصير بصيدنايا لسه اسوأ بكتير وقتها. وانا عن نفسي ما كنت اعرف بصيدنايا، يعني بعد مدة لحتى عرفت. بس انا الشي اللي عم مستغرب منه انه الناس كمان مو بس، انا اول نصيحة هي الدعاء، ولكن تاني نصيحة هي المقاطعة. والناس اخر فترة ما عاد شفت حدا عم يقاطع للأسف. انتم مستهينين بالمقاطعة. بس براذر، هاي الشغلات البسيطة، هدول النسب البسيطة اللي نحنا مفكرينهم نسب ما بتساوي شي، فعليا بيربحوا فيها كتير. انت عم تحكي على شركات كبيرة، فيعني نسبة 10% بالنسبة لإلهم 50 مليون يعني ركب، وانت جالس تستهين فيهم. براذر والله، مثل ما عم قلك، حاليا في شغلات كتير بديلة. فأي واحد مش مقاطع لازم يقاطع ضروري، مشان ما تكون شريك بالأعداء، شريك الكيان الصهيوني. ما بقدر احكي اكتر من هيك، والله نفسي اسب كتير بس ما بعرف شلون. سيدي الحمد لله على كل حال. والله المجاعة اللي جالسة تصير والله تزعل، اقسم بالله. وانا عن نفسي ما بعرف شو بدي احكي، مزعوج لحد مو طبيعي، وما عم بعرف نزل فيديوهات بسبب هالشي. انا متوقع يعني والله شي مش طبيعي. تخيل والله يروح طفل، يعني طفل صغير رضيع كتير، يعني ما يتأمل له لا حليب ولا حتى أكل بسيط، عدس، أي شي ما في. لا مكملات غذائية ولا أي شي. والناس سرقة، وقت لما تجي المساعدات اللي هي فعليا كانت من زمان تجي مو من هلا، ياخدوها يحتكروها الناس البغيضة. والله مشكلة اللي عم يصير. وانا عن نفسي ما بعرف شلون بدك توصل مساعدات. هلا نحن لازم نتبرع كمان، اللي بيقدر يتبرع لا يقصر. ممكن الا من نلاقي طريقة نوصل المساعدات. صحيح انه سكروا معبر رفح، ولكن هذا ما يعطي سبب انه خلص ما عاد في إلنا قدرة نعمل اللي علينا نحن بس. هيك المفترض. وانا عن نفسي ما بعرف شلون بدنا خطة والله. لانه المشكلة الاناني اللي بتجي بتروح وين ما كان، فمو شرط تجي بالبحر، تجي حصرا لغزة مشان فكرة الاناني انه تروح بغزة. انا برأيي فكرة سفن ولا او قوارب، بحيث ينقلوا المستضعفين فقط ويخلوا المحاربين. غير هيك والله عن نفسي ما بعرف. الشي اللي عم يصير والله بيزعل وازعاج والله. بس انا الشي اللي مزعوج منه انه في شغلات مقاطعة والناس ما جالسة تقاطع. معلم والله المقاطعة مش صعبة بكل هالقد. اللي بيقاطع يعني فعلا حيلاقي كتير شغلات بديلة. ليش ما تشتري هاي الشغلات اللي هي ارخص من الشغلات الاصلية، اللي مثل البيبسي وهدول الشغلات تبع المقاطعة. والله ما بعرف شو بدي احكي. بس المهم، علمي علمك شو بدي احكي بهالفيديو. انا عن نفسي ما بعرف شو بدي احكي، وما بعرف بشو بدي فيدهم يعني، والكل ما بيعرف اصلا. بس لازم نضغط على الحكومات مشان يفتحوا المعابر. والله لازم بأي طريقة من الطرق نوصل المساعدات، لأنه إذا خلصوا من غزة حيبلشوا بالبلاد الأخرى، حيبلشوا بسوريا، بعدين يبلشوا بالعراق، يبلشوا بأماكن قريبة كلها، يبلشوا بلبنان، يبلشوا بكل انتوا بتعرفوا أصلا مخطط إسرائيل الكبرى.
فياب هن بس عم يطمحوا لإلها. فلهيك لازم انت ما تسمح لهم بأي طريقة انه يقتلوا اهلنا بغزة وفلسطين، لانه متى ما خلصوا اصلا منهم، بعيدا عن انه لازم تدافع عن اخواتك وواجب ديني، ولكن ايضا اذا خلصوا منهم حرفيا، يعني لا سمح الله طبعا، حرفيا يب حيفوتوا على بلد ورا بلد ويبلشوا فيها، يبلشوا يحتلوا قرنة ورا قرنة. فعليا ما يتركوا شبر إلا ما يحتلوا ويساووا العادات السيئة تبعهم. المهم، مثل ما قلت بالفيديو، شغلات بسيطة اللي قلتها ولازم مفترض نحن نطبقها. أولا الدعاء لحد يستهين فيه، وثانيا كمان برضو المقاطعة، تاني اللي بيقدر يتبرع بالأموال لا يقصر، لأنه إذا لقينا طريقة معينة للمساعدات الإنسانية لتوصيلها يكون في كتير أكل كافي. وبس هذا اللي كنت بدي أحكيه بالفيديو. علمي علمكم إيش بدي أحكي، والله أنا زعلان على هالوضع اللي عم يصير. يلا وبشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.